المخاطر حوالين مصر داخليا وخارجيا مخاطر كبرى في الوطن العربي كله. صحيح، مخاطر رهيبة وفي مصر، وهنرجع لها بالتفصيل. رهيبة يا أستاذ حمدين. لكن في نفس الوقت اللي انت بتعمل فيه اشارات ايجابية انك ماشي في طريق 25 يناير، بتلاقي واحد رأسمالي ناشر كده على تتر برنامج تلفزيوني زي الناس بيشوفوه دلوقتي ان فلان الفلاني يتبرع ب 250 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. طيب ده محسن كريم بقى، المفروض الشعب المصري يقول له الله ينور عليك ويدفعهم في عدة سنوات. الراجل ده الأراضي اللي خدها وهي أرض الشعب المصري، لو ان الرئيس السيسي جابه وقال له يا فلان انا مش هسجنك، انت تقعد تدير شغلك وتنمي انتاجك وتفتح البيوت، بس انا هحاسبك بما يرضي الله بقى على ان الارض اللي انت خدتها دي كام فدان، دفعت في الفدان كام جنيه، سعره الحقيقي كام، هنكتشف ان الراجل ده عليه مثلا 3 مليار جنيه. فيقول له ادفع ال 3 مليار ويدفع ال 3 مليار. انا مش عارف الراجل ده مين الحقيقه. لا انا خلي بالك مش بصرف النظر عن الاسم، الاسم مش لا قضيتنا خالص، ما يهمنيش الاسم انما خالص. يعني هو دفع الاثنين ال 250 مليون. لا مش دفع، ده هو اعلن انه هيتبرع وما اعرفش هو دفع ولا لا. ده تمويه بقى كده. انا هنا السؤال اللي بساله، هل مصر بدل ما تحاسب الحساب اللي يرضي ربنا وبقانون جاد يصدر وتعيد تقييم سعر الأراضي الصحراوية التي أعطيت في ظل دولة الفساد لرأسمالية المحاسيب اللي نهبوا مصر طوال سنوات وجرفوا ثروتها، ومش بقول ناخد منهم موقف انتقامي، أنا بقول ناخد منهم موقف فيه رشد وعقل يدعم الاقتصاد المصري. أنا لو عملت محاسبة مع هذا الرجل بالعقل بما يرضي الله وابقى هو جدع معاه، هيطلع عليه مثلا 3 مليار. طب ما يدفع ال 3 مليار بالقانون وابقى انا رئيس جمهوريه بطبق قانون جاد، ولا يدفع 250 مليون وهو بيمن على الشعب المصري زي ما يكون بيتصدق عليه. يعني الشعب ياخد حقه اللي اتنهب، ولا ياخد صدقه من فائض النهب اللي نهبوا الرأسماليين الطفيليين من رأسمالية المحاسيب اللي اتشكلت في زمن مبارك؟ ده سؤال جد الآن إجابته مش عايزة كلام. إجابته الصحيحة واضحة. لو كنت أنت في سكة إنك عاوز تنمي الاقتصاد المصري، أنا مش محتاج 100 مليار يدخلوا صندوق اسمه تحيا مصر، أنا أقدر أجيب بس هنا ملاحظه، ممكن حد يسمعنا فيقول ان انت ضد التبرع. لا انا مش ضد التبرع. كويس. انا ضد ان التبرع ده يعمله مين؟ التبرع ان يكون ستار للجرائم. لا التبرع ده كويس، اما السيسي يتبرع بنصف مرتبه ويقول الله ينور كويس، لكن لما يجي لي رجل اعمال عليه مليارات هو ناهبها فيتبرع لي ب 50 مليون من المليارات ويعتبر دي طريقه للافلات من الحساب العادل، يبقى انا دوله ما بتجيبش حق الشعب. ده رقم واحد. كويس. 2، اما تيجي تصلح الموازنه العامه للدوله فتكتشف ان نتيجه القرارات في رفع الدعم، مين اللي اتكوى برفع سعر السولر والبنزين؟ الغلبان، الشعب طبعا. الفقير هو اللي دفع الثمن طبعا. طب انا ازاي اصلح الموازنه العامه على حساب الفقراء بعد ثوره 25 يناير اللي لولا الفقراء ما كانتش قامت؟ ايه اللي اتغير بالطريقه دي في النظام الاقتصادي؟ يبقى انا محتاج كلام عاقل يقول ان اصلاح الموازنه وهو واجب لابد ان يتم بان احمله للاغنياء مش هحمله للفقراء. تمام. الناس اللي كانت بتركب الميكروباص من عباس العقاد لرمسيس بجنيه وربع بقت بتركبه ب2 جنيه ونص وبالليل ب3. يعني تخيل لو واحد واخد مراته وعنده طفلين يبقى عليه انه يدفع
12 جنيه رايح و12 جنيه جاي، 24 جنيه. ايه الموازنه الشهريه لحد من الفقراء او الطبقه الوسطى اللي تتحمل ده؟ وبعدين رفع الاسعار اللي تم في البلد تم بسبب هذا القرار، طبعا لان كل حاجه بتتنقل، اي حاجه في الوقود وكل تاجر زود. انا بقى عاوز اقارن، انا عاوز اعمل دوله منضبطه، وعاوز ارجع هيبه الدوله، وده كلام مهم، وقوه الدوله. انا عاوز اتكلم عن دوله عادله. اول حاجه لازم الحاكم يضعها حلقه في ودنه، بمناسبه الكلام عن الخطوط الحمراء، اهم خط احمر في البلد دي الغلابه اللي فيها. الغلابه خط احمر، الفقراء خط احمر. ما ينفعش اي قرار يصدر يحمل الغلابه في هذا البلد مزيد من غلاء الاسعار والعيشه اللي بتصعب كل يوم وتتصعب عليهم. هم بيقولوا ردا برضو، عشان يعني انا يعني انه ده جزء من الغاء الدعم، وهيتوفر الدعم في اشكال اخرى للبسطاء وللناس اللي دخلها محدود. هيتوفر في البطاقه، وهياخدوا ده ده بجنيه ده وحاجات زي كده. طيب، وهياخدوا دعم نقدي بعد شويه. تعالى نتكلم كلام عاقل. طيب، لو انت عندك خطه تخلي رفع الدعم ما يضرش الفقير،